أحمل بلدي المغرب أينما ذهبت. مساره الأدبي: بدأ إدموند عمران المالح في الكتاب والتأليف عام 1980 وهو في سن 63 كما قلنا، وقال عن نفسه وهو الأستاذ الجامعي إنه دخل عالم الكتابة بالصدفة. انطلاقته نحو عالم الكتابة كانت في باريس، حيث اشتغل على نشر الكتب والتعريف بها في الصحافة الفرنسية ومنها جريدة لوموند. وصفت كتاباته بأنها لها هوية مركبة كسرت القواعد المألوفة بالسرد الأدبي والنقد، شملت الرواية والنقد الأدبي والفني. رغم أنه كتب باللغة الفرنسية، فإن اللغة العربية حضرت في مؤلفاته وإبداعاته التي ركزت على المبادئ الإنسانية وقيم العدالة والمساواة ورفض الظلم. كما اهتمت كتاباته بتاريخ النضال من أجل استقلال المغرب وبالهوية الثقافية واللغة الأم والسيرة الذاتية والتعريف بالطقوس والعادات المغربية، وكذلك بقضية التعايش والتسامح الديني في المغرب. مؤلفاته: ألف إدموند عمران المالح نحو 10 كتب، أولها المجرى الثابت عام 1980، وأيلان أو ليل الحكي عام 1983، وكذلك كتاب 1000 عام بيوم واحد عام 1986، وعودة أبو الحكي عام 1990. كما ألف كتاب أبو النور عام 1995، وكتاب حقيبة سيدي معاشو عام 1998، وكذلك المقهى الأزرق زريريق عام 1998، وكتاب الأم عام 2004. وكان كتاب رسائل إلى نفسي سنة 2010 آخر كتبه، وهي عبارة عن تأملات تاريخية وفلسفية وشعرية. ترجمت جل أعماله الفرنسية إلى اللغة العربية، وظل مرتبطا بالقراءة والكتابة، وأدمنها وفاء لعبارته الشهيرة: ما دمت أقرأ وأكتب فأنا موجود. مؤلفات حول حياته: حصلت ترجمة كتاب إدموند عمران المالح لو غوتور دابدو الحكي لحسن بورقية على جائزة خاصة من وزارة الثقافة عام 2005. جوائز وأوسمة: حصل إدموند عمران المالح على جائزة الاستحقاق الوطني، جائزة المغرب الكبرى، وهي أرفع جائزة ثقافية وأدبية رسمية تمنح في المغرب، عام 1996 عن مجموع أعماله. ونال عام 2004 وسام الكفاءة تقديرا لإنتاجه للأدب ولمواقفه الوطنية. وفاته: في 15 من نوفمبر من 2010 ودعنا إدموند عمران المالح جسدا إلى الأبد في المستشفى العسكري في الرباط على عمر ناهز 93 عاما، لكنه لم يفارق قط ذاكرة المغرب الحديث كمغربي يهودي عرف بمواقفه الاستثنائية، ودفن وفقا لرغبته في اليوم التالي حسب رغبته في المقبرة اليهودية في مدينة الصويرة، المدينة التي نشأ وعاش بها طويلا، وكتب فيها أكثر إنتاجاته الأدبية التي ترجمت إلى عدة لغات. مؤسسة إدموند عمران المالح: خلف إدموند عمران المالح إرثا روحيا كبيرا، وظل وفيا للجذور وللهوية المغربية المتعددة وقيم التسامح واحترام الآخر. أما مخلفات المالح المادية من مجموعات فنية وكتب فقد وهبها للمكتبة الوطنية في الرباط، التي تضم أيضا مؤسسة إدموند عمران المالح التي أسست عام 2004، وهي مؤسسة تعنى بدعم الحوار بين الثقافات والأديان. ومنذ سنوات والمكتبة الوطنية
تفتح أبوابها للجمهور من أجل التعرف على إرث فقيد الثقافة المغربية إدموند عمران المالح. السيد أندري أزولاي الرئيس الشرفي لمؤسسة إدموند عمران المالح وهو المستشار الملكي، عمل على إعادة نشر تراث الراحل إدموند عمران المالح في المكتبة المغربية، سواء في أصلها الفرنسي أو في ترجماتها العربية. شكرا لتتبعكم، إلى لقاء آخر وشخصية أخرى من سلسلة حلقات يهودي من بلدي. دامت لكم الأفراح والمسرات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.